ولقطاتنا الحصريه لمباراه الزمالك والمقاولين واللي انتهت بالتعادل السلبي. كان في قلق كده وخناقات بين اللعيبه، وكان في توتر حتى في المدرج من جمهور الزمالك، وتوتر بين لعيبه الزمالك والمقاولين. في كمان بقى ايه، يعني شيكابالا ظهر في اول الماتش كده، كان يعني جمهور الزمالك يعني عمل له تحيه خاصه، وحتى هو بدل لهم التحيه كان على امل انه يكون مثلا وشه حلو على الزمالك، لكن للاسف الزمالك خسر نقطتين من نادي المقاولين لسه صاعد حديثا للدوري المصري. كان في كمان لقطه لجمهور الزمالك الرهيب والمرعب والمخيف، كانت لفته، لا يعني كانت لفته كده او يافطه كانت موجوده في المدرج، من رساله كانت من جمهور الزمالك لكل انديه الدوري، لكن النتيجه برضو ما ساعدتهمش النهارده على الاحتفالات والاجواء دي. كان في برضو النهارده حاجه بقى ايه، يعني حسام حسن انا ملاحظ في كل المباريات بيحضر، والجهاز المنتخب المصري في مباراه الزمالك النهارده وفي كذا مباراه في الدوري عليه بيحضر. فانا من عشاق حسام حسن الصراحه، يعني انا هتكلم عن نفسي، انا من عشاق حسام حسن، فبالتوفيق ليه النهارده ان شاء الله، بالتوفيق ليه عامه في منتخب مع منتخب المصري. وكان في بقى دخله لجماهير الزمالك النهارده كده قبل الماتش، كانت يعني كويسه وكانت شكلها شيك، ويا ريت تكون يعني كل الجماهير في مصر يعني تعمل دخلات زي دخلات الزمالك. صراحه جماهير الزمالك متميزه قوي بالدخلات دي. وكان في بقى النهارده، مش عارف انتوا فاكرينه ولا لا، فيريرا مدرب الزمالك السابق يعني بان عليه كبر السن. يا الله ايامك يا فيرا، انا اهلاوي يا جماعه، بس الصراحه الراجل ده يعني يعني كان ليه ذكريات مع، اذا كان من جمهور الزمالك ولا من جمهور الاهلي يعني. فكان موجود النهارده وكان بيؤازر الفريق من المقصوره. وبعد انتهاء المباراه بقى بدا يكون في فرحه عارمه للعيبه المقاولين العرب، وكمان بقى ايه يعني في حزن كده لعيبه الزمالك والجمهور كمان، يعني في لقطه كمان للجمهور وفي هتافات للعيبه الزمالك اللي هو الدوري يا زمالك، الدوري يا زمالك. وكمان بقى في اخر حاجه في المباراه لقطه لراجل المباراه، يعني الصراحه في روح موجوده في ما بين الجهاز الفني المقاولين العرب واللعيبه، كمان حماس كده وتحدي بينهم وبين نفسهم، لان الصراحه عملوا انجاز قوي النهارده ان هم يتعادلوا من الزمالك. ودي كانت لقطاتنا النهارده من مباراه الزمالك والمقاولين العرب، واراك ضاحكا.